فاكر وانت صغير لما كنت دايما بتلبس عباية بابا او ملاية سرير على ظهرك وتعمل نفسك سوبرمان، او لما كنت بتمسك معالق بين صوابعك وتقول انا وولفرين، وساعات نضارة شمس كبيرة وتركب ودنين بلاستيك وتقول انا باتمان حامي الضعفاء. بس هو ايه تمن البطولة؟ عالم اكس مان مبني على تضحيات محدش طلبها، محدش هيقولك شكرا ومحدش هيبتسم لك حتى لو انقذته من الموت، لكن انت دايما بتختار تبقى بطل، والتمن بتدفعه بعد الاختيار. فتعالى وهات الطفل اللي جواك معاك، عشان الفيديو ده معمول عشانه مخصوص. النهاردة تعالى نسمع تضحيات أهم أبطال عالم الأكس مان على الإطلاق، واللي كلكم بتحبوهم بلا منازع. ولو عجبك الفيديو وعايز نكمل القايمة قول لي في كومنت سريع. هنتكلم النهاردة على الجوانب الضلمة المنسية الحقيقية، وفي الآخر عايزك تجاوب السؤال ده: جاهز تدفع تمن البطولة؟ الطفل في العادة لما بيشوف أبوه بطل بيحاول يبقى زيه، وده بالظبط اللي عمله كريستوفر سامرز الطيار الأمريكي المشهور لما كبر وعرف إن أبوه كان طيار حربي عظيم اللي قدر يزرع في أبنائه سكوت وألكسندر نفس حب التضحية والمغامرة اللي اتعلمهم من أبوه. وبعد فترة شغل طويلة قرر ياخدهم في أجازة بطيارته اللي صلحها وبناها بنفسه، لحد ما ظهرت فجأة في السماء قدامهم حاجة شبه الطبق الطاير تابع لشعب فضائي استعماري اسمه الشي آر، ما يهمناش نعرف عنه دلوقتي كتير. الطبق الطاير لما ظهر الطيارة ما قدرتش تتفاداه واصطدمت بيه والنار مسكت فيها. سكوت قرر يتصرف كالأخ الأكبر وينقذ أخوه، وبالفعل لقى أمه بتربطه معاه في المظلة الوحيدة اللي موجودة في الطيارة وبترميهم منها. المظلة اتضررت بسبب الحريق وأجزاء منها اتكسرت. سقوطهم الحر كان معناه الموت لا محالة، خاصة وإن وزن أليكس اللي فقد الوعي بقى بيسحبهم لتحت بسرعة أكبر. سكوت اعتقد إن الطيارة انفجرت لما كل حاجة قدامه فجأة بقى لونها أحمر، وصداع شديد اشتعل في دماغه، لكن حاجة كانت جواه بتقوله ما يخافش ويبص للأرض اللي بتقرب بسرعة مخيفة. وفجأة الصداع بينتهي وبيخرج من عينيه شعاع مضيء هدى سرعة هبوطهم، وفجأة ظلام. بعد أسبوعين كاملين بيصحى سكوت لأول مرة في غرفة عناية مركزة، والطبيب المعالج بيخش ويعرفه بنفسه وبيقول له إن اسمه نيثان أسكس. فاكرينه؟ بس سكوت بيلاقي نفسه مش فاكر أي حاجة عن سبب وجوده في المكان ده، وبيحاول يشيل الشاش من على عينيه علشان يدور على أخوه، لكن الدكتور بيقول له إن أخوه ما بقاش معانا. لكن لو غيرنا زاوية الكاميرا ودخلنا جوه عقل الدكتور نفسه هنشوف إن أليكس كان عايش، والدكتور أو مستر سينستر زي ما احنا عارفين كان بيتتبعهم، ودي حاجة هنلاقيها عامل مشترك مع مجموعة من أهم الطفرات في القصة كلها، خاصة وهم لسه أطفال. لكنه قرر يحرم سكوت من معلومة إن أخوه لسه عايش، لأنه لاحظ إن قدراته في التوقيت ده بتتأثر بالضغط النفسي وقوتها بتزيد جدا. طفل عمره حوالي 13 سنة عشان يستمر كجزء من تجربة أول معلومة بيعرفها إنه بقى وحيد في العالم ده. قدرات سكوت رجعت فجأة لأول مرة لما فتح عينيه وشال الضمادات من عليها. فجأة بيسمع صراخ وسقف المستشفى فوقهم بيتهدم والمرضى بيقعوا، لكن الدكتور إياه بيطمنه وبيقول له إن كل ده طبيعي، وإن دماء الأبرياء دي مش ذنبه خالص، لأن وقوعه من الطيارة دمر الجزء اللي في مخه اللي يقدر يتحكم من خلاله في انطلاق قوته أو توقيفها. والدكتور عرض على المستشفى إنها تسمح له يبعته لدار أيتام. بنكتشف بعد كده إنه واجه لنفس الشخص ومعقل لتجاربه الشنيعة. التجارب على قدرات سكوت بتستمر لمدة طويلة لحد ما بيقدر يهرب، وبيحاول يعرف هو مين أو هيعمل إيه في حياة ما يعرفش عنها أي حاجة، لحد ما بيقابل شخص بيمثل ليه الأب ولكن بشكل ملتوي، رجل عصابات اسمه جاك أودايموند. شافه وهو بيهرب من البشر الغاضبين لما بالغلط فتح عينيه وهو قالع نضارة شكلها غريب اداها له مستر سينستر. النضارة دي مصنوعة من حجر كريم اسمه المارو الياقوتي أو الروبي كوارتز. في الثانية اللي فتح عينيه فيها الشعاع طلع ودمر ونش أو رافعة عملاقة، وقطع منها طارت على البشر، لكنه برضو أنقذهم بنفس الشعاع اللي طالع من عينيه. لكن هم قرروا إنه وحش مش إنسان زيهم. رحلته مع جاك كانت كلها استنزاف لقدراته، لأنه ربط استعماله ليها ببقائه في عيلة ينتمي ليها حتى لو كانت مكونة من مجرم مكان الأب، وإخواته فيها مشوهين بسبب طفراتهم، والمجتمع مرهف المشاعر بيتقزز من شكلهم، اللي منهم ناس بعد كده هيكونوا مجموعة هيرفض حتى الأكس مان يتقبلوهم وسطهم اسمهم المورلوكس. سكوت والمجموعة دي قرروا يقفوا ضد جاك لما وصلهم رسالة عقلية من واحد قال إن اسمه تشارلز إكزافير،
إكزيفير، وكان بيقول إنه بيدور على ولد اسمه سكوت سامرز. وبالفعل قدروا إن هم يوقعوا جاك بمساعدة تشارلز قبل ما يستخدم قدراته ويتحول لجسم من الألماس الكامل. لكن بعد ما بتنتهي المعركة، سكوت كان فاكر إن دكتور إكزيفير اللي جه ينقذه من جاك هياخد إخواته معاه، لكنه فهم بعد كده لما الدكتور أخده لوحده إن كونك بطل مش معناه كونك مقبول حتى من اللي زيك. ومع الوقت بيتحول سكوت للقائد رقم 1 في رجال الدكتور اكس، شاب صغير اتحط على أكتافه قيادة وتدريب حلم حياة تشارلز إكزيفير. مأساة سكوت وتضحيته هي في كونه الأقوى والأقدم والأذكى بلا منازع في أرض المعركة، لكن هو لسه الطفل اللي فقد كل شيء، وكل ما بيحاول يصالح العالم ويفتكر إنه أخيرا بقى إنسان، سواء بحبه لجين أو بابنه نيثن أو صداقته بالكل، بيجي القدر ويفكره إنه من يوم ما انطلق من عينيه أول شعاع وهو اختار يبقى دايما الأخ الكبير، يضحي ويخسر. من أول يوم قابل فيه إكزيفير لما قال له كلمة هي غالبا اللي حددت قدره كله، قال له من دلوقتي انت مش سكوت، انت اسمك سايكلوبس. والسايكلوبس كائن بعين واحدة كل همه انه يحميها علشان ما يكونش عديم القيمة، وهي بلا منازع أفضل طريقة نوصف بيها البطل الأحمر. الطبيعي إنك تختار اتجاه حياتك، لكن اللي مش طبيعي إن حياتك تجبرك بالقوة إنك تغير مسارها كل مرة. وده نفس اللي دار في عقل بيوتر نيكولايفيتش راسبوتين، طفل من سيبيريا كان عنده 13 سنة لما شاف جرار زراعي بينزل المنحدر بسرعة ناحية أخته الصغيرة اللي بعد كده هنعرفها باسم ماجيك. ساعتها كل الفلاحين بيخرجوا من أكواخهم وبيشوفوا بيوتر بيخرج سليم ومبتسم من مقدمة الجرار اللي اتدمر تماما بعد ما وقف قدامه فجأة. لكن غريبة، محدش مستغرب ولا خايف من شكله. القرية اللي اتولد فيها هو وأخوه الأكبر وأخته كانوا عارفين إن عيلة راسبوتين بتتمتع كلها بقدرات خارقة، وما كانش عندهم مشكلة مع ده. عيلة أبنائها كلهم طيبين وبيسخروا قدراتهم لمساعدة كل سكان القرية. حياة هادية برغم الظروف الصعبة اللي عاشوا فيها، لكن اللي محبوب أكتر من الكل وسطهم هو بيوتر، ولد ضخم لكن ما بيتأخرش عن رفع أي شيء تقيل أو تكسير صخور لجيرانه عشان يبنوا بيها برغم صغر سنه. وكان معروف إنه دايما موجود مع أخته الصغيرة اللي مش بتفرقه وهو بيرسم لوحاته عن الطبيعة في الأماكن المفتوحة الكتير اللي حواليهم. كل حاجة بتتغير يوم قوته الكاملة ما ظهرت ودمر الجرار بمجرد وقوفه قدامه بس. فجأة بتوصل لعيلته وليه رسالة عقلية من واحد أمريكي اسمه دكتور إكزيفير، بيطلب الإذن في إنه يلحق ابنهم بمدرسته اللي بتعلم الطافرين إزاي يكونوا جزء من الحياة العامة. بيوتر بيوافق بسرعة لما عرف إن جزء من دوره هيكون تعليم الطفرات الصغار إزاي يتأقلموا مع قدراتهم ويستخدموها بشكل عادي بدون خوف. وموافقته كانت لحظية لأن حماية الآخرين دايما بتفكروا بابتسامة أخته نهاية كل يوم. خلافا للي شفناه في الأفلام سواء في ديدبول أو أفلام إكس مان، الحديد مش بيطلع على جسمه على مراحل، التحول لحظي وبيغطي كل جسمه في ثانية أو أقل. ولما بيوصل المدرسة إكزيفير بيطلق عليه اسم كولوسس أو العملاق، ومع الوقت بيدخل معارك كتير وبيظهر دايما انه بيكون الخط الفاصل بين الهزيمة والفوز اغلب الوقت. لكن وبرغم كونه دايما في الخلفية الا ان الفقد دايما بيلاقي له طريق. فكرة الرجوع لبيت أهله كانت دايما بتطارده، لأن مع كتر المعارك وتكرار إصابة زملائه وتلاميذه اللي هدفه من أول يوم يحميهم، بدأ يحس إن ده مش مكانه وإن وجوده ملوش أي داعي. فبيتواصل مع أخته اللي قدراتها ظهرت بشكل شبه كامل بعد فترة من وجودها في مدرسة إكزيفير معاه، وبيقرروا يرجعوا لقريتهم سوا. فبيكتشفوا إن البشر قرروا يبقوا جزء من معاناتهم. حكومة بلدهم قررت تجبر الطفرات على الدخول لبرامج السلاح الخاصة بيهم، وكان هدفهم الأول إليانا لأن قدراتها في الأساس سحرية، وده أكتر نوع قوي صعب يتفاداه أي نوع من أنواع الطفرات إلا ندرة منهم. وعشان يوصلوا لها عذبوا أبوهم وأمهم اللي رفضوا يفصحوا عن مكانهم وماتوا على أيديهم. لكن الشرخ ما بيتوقفش هنا. لو حولنا نظرنا لواحد من معامل الوباء اللي بيطاردنا في كل قصة، مستر سينستر، هنشوفه بيتكلم مع نسخة من كيبل أو نيثن سامرز جاية من مستقبل مختلف. بيدي لسينستر حاوية صغيرة وبيقوله إن دي فيها خلاصة جينات عيلة سامرز على مدار 2000 سنة من الماضي لحد المستقبل البعيد. بيلاقوا إن الحاوية فاضية،
لكن اللي خرج منها في اللحظة دي كان أبشع من مجرد الإحباط اللي كان على وشهم. بيوتر أو كولوسس بيلاحظ إن أخته قدراتها فجأة بتقل وجسمها بقى ضعيف جدا، وفجأة بدون مقدمات بتموت قدام عينه. ولما كيبل بيوصل من المستقبل بعد فوات الأوان طبعا، بيقول لهم إن اللي أصابها فيروس اسمه فيروس الإرث الملعون، مرض مصمم إنه يهاجم كل الطفرات بلا استثناء. وهنا الشاب الطيب اللطيف انتهت بالنسبة له كل دواعي الاستمرار كشخص بيحمي الخير، لأنه برغم حمايته للخير، الخير لا حماه هو ولا عيلته. حتى إصاباته من معارك سابقة كتير أثرت على قدرته على تحويل جسمه، فبيقرر يتخلى عن الإكس مان وبينضم لرجال ماجنيتو. على الأقل حروبهم ضد القمع فيها رد فعل مش بس كلام. لكن طبيعته الحقيقية بتظهر بعدها لآخر مرة، لما بيقرر يحول نفسه لفار تجارب للجرعة الوحيدة اللي المفروض إنها مضادة للفيروس. جرعة لازم بمجرد ما تدخل جسمه يشغل قدراته في نفس اللحظة، وبتنجح التجربة. لكن هو تجاهل معلومة مهمة، إن نجاح التجربة معناها موته. بس من دمه خرج علاج حمى أجيال، ونوع كامل من الأحياء فضل عايش لأنه نفذ مهمته لآخر لحظة. تخيل تبقى مولود والقدر شخصيا محدد دورك المرسوم في الحياة بإنك ببساطة تدمر العالم، خاصة وإنك من أب بيحمل قدرات شيطانية وأم محدش يعرف شكلها الحقيقي. والحل الوحيد لتحجيم قدرك الدامي إنك تعيش وحيد مشرد مكروه طول عمرك. لو قدرت تتخيل الإحساس ده، يبقى أنت عرفت قصة شخص قرر يتسامح مع الكراهية الموجهة ليه لمجرد كون شكله غريب، بس ابتسامته كأنها ابتسامة على وجه طفل. كورت فاغنر ما يعرفش بداية لحياته بره السيرك اللي كان فاكر انه اتولد فيه، بس لاحظ دايما ان الناس بتنبهر بقدراته الحركية العالية في الأكروبات، وفي كل ليلة بيلاحظ جواه نداء انه لازم يؤذي كل اللي حواليه. لكنه جوه السيرك ده بيلاقي أصدقاء بيحبوه لدرجة انه بياخد على نفسه عهد معاهم انه ما يستجبش للكراهية المحيطة بيه. تشارلز إكزيفير كان يعرف أمه وساعدها تتخلص من عقدة الذنب إنها فقدت ابنها. ليه؟ لأن كيرت هو نتاج علاقة بينها وبين طافر تاني اسمه عزازيل، بس صديقة عمرها كانت على علم بالعلاقة دي، وقدرتها كطافرة على رؤية المستقبل ورتها إن الولد لو فضل مع أبوه أو حتى عرف مكانه هيستخدم قدراته عشان يحكم بيه العالم ويدمره. فكان الحل الوحيد إنها تتواصل مع أقوى شخص في العالم المعروف يقدر يغير الذكريات والأفكار علشان يمسح وجود الطفل من عقل أمه اللي كان بيتداعى من كتر الحزن. تشارلز بينقذ نايت كرولر أو ابن الليل من مهاويس دينيين بيطردوه في الكنيسة اللي قرر كاهنها يحتضنه ويحميه من حياته كمسخ في السيرك. وبالمناسبة هو بيعتبر الشخصية الوحيدة تقريبا اللي مفيش أي حد بيكرهها. المفروض القصة زي ما حكينا في الأول تكون علمته القسوة ويبقى بارد زي سايكلوبس، أو ينهار ويفقد طريقه زي كولوسس. بس هتصدقني لو قلتلك إن هو الوحيد اللي حد زي وولفرين أمنه على سره لما عرف إن اسمه لوجان، وإنه كان جزء من برنامج لعمل التجارب على الطافرين، بل ومطاردتهم وقتلهم كمان. شيء لو انكشف كان هيهدد وجوده وسط الإكس مان، لأنهم أكيد مش هيقبلوا بشخص كان قاتل محترف في زمن ماضي يكون بينهم. لعنة الغفران بتطارد كيرت دايما كأنه مديون بيها للعالم طول قصته. حتى أمه اللي تبنته فضلت سنين تلومه على موت ابنها اللي كان أعز أصدقائه، وده وصل لدرجة إنها عملت تعاقد مع واحد من الشياطين إنه يسرق لها روح كيرت ويحبسها معاها عشان تاخد بطار ابنها. لكن كيرت لما عرف رفض يحاربها تماما، وتحمل هجومها المدعوم من الشياطين عشان بس يعرفها إنه اضطر ينهي حياة ابنها لأنه أصابه الجنون وقتل ناس أبرياء، وإن ده كان جزء من اتفاقهم وهم صغيرين، اللي هيتعدى على بشري لازم التاني يوقفه حتى لو اضطر يجبره على ده. كيرت مش من الناس اللي قصتها بتنتهي بقتال عظيم أو حرب شعواء أو تضحية رهيبة، لكنها بتنتهي بإنه بيسيب الكل يشوف شكله الحقيقي رغم كون شكله قريب من التصور البشري الكرتوني للشياطين، لأنه بيقرر يبقى مدرس. مدرس بيختار يعلم الطفرات الصغار فن المسرح والقتال وفن التخاطب والكلام الراقي، وبيقرر يخرج قدام الناس بشكله الحقيقي. وده حصل لما صديقه الصدوق وولفرين بيراهنوا في مرة انه يخرج من غير جهاز تغيير الشكل، وده جهاز بيستعمله علشان يرسم حواليه وهم انه شكله شاب عادي، وكيرت بيخرج بشكله الحقيقي قدام البشر. لكن مرة ورا مرة بيقرر ان الجهاز يفضل مطفي، وقرر يرد على نظرات التقزز بابتسامة وعلى الاهانات بالضحك، وانه يفتح كلام مع البشر العاديين. وحتى مع محاولات أبوه المستميتة لضمه لصفوفه لتدمير العالم بيرفض،
عشان قرر انه يسامحه على اختياراته وسامح العالم اللي بياخد بالمظهر وبس، وقرر يعيش وسطه مش مستخبي منه. سمعنا كتير عن أبطال أو أشرار منبع مشاكلهم افتقادهم لمسة الوالدين في حياتهم، زي باتمان مثلا. لكن آن ماري طفولتها كلها كانت احتيال على الظروف. أبوها وأمها كانوا جزء من ثقافة الهيبيز، دعاة الحرية وكسر القيود والإصرار على الترابط البشري. لكن لما الظروف تحدت أفكارهم رموها لخالتها بدون ندم، ودي كانت سيدة أبعد ما يكون عن حتى فكرة الأم. فكبرت آن ماري وقررت تتحايل على الظروف بنفسها وتبقى شابة ساخطة على الكل، وهربت من البيت. حتى اسمها اللي هنعرفه كمان شوية أو اللي بيركزوا في التفاصيل عرفوه بالفعل، مش هي اللي أطلقته على نفسها، ده كان الاسم اللي المجتمع أطلقه عليها لأنها كانت رافضة أي شيء أو شخص يحكمها أو يحجم حريتها وانطلاقها. ولكن لأن معاندة الأقدار مش دايمة، آن ماري كانت مفتقدة التوجيه والانتماء، وفي الوقت ده ظهرت في حياتها واحدة اسمها ريفن داركهولم. وعشان تضمن إن آن ماري مش هتهرب منها، كشفت لها عن شكلها الحقيقي وقالت لها إنها طافرة واسمها ميستيك، وعرضت على آن إنها تنضم لهم في مجموعة بتحتضن الأطفال الطافرين عديمي الأهالي. بس ليه ميستيك اهتمت بيها تحديدا؟ آن ماري عرفت سبب اهتمام ميستيك لما كانت في مرة بتتمشى مع ولد معجبة بيه، وإحساسها كشابة قال لها تحتضنه فحضنته. لكن فجأة اللحظة الرقيقة دي تنهار لما سمعت صراخه وأفكاره المليانة ألم وانهيار، وبدأ كل ده يرن جوه مخها، وما انتبهتش للواقع إلا لما لقت جسمه بينهار وبيقع على الأرض. هو حي ولكن في غيبوبة مش هيصحى منها أبدا. هنا بقى بتظهر ميستيك وتصارحها بالسر اللي كانت عارفاه عنها بالفعل، إن قدرتها تتمثل في سحب طاقة حياة أي شخص، ومش بس كده، تسحب قدراته وذكرياته وروحه في بعض الأحيان، وده بمجرد لمسة واحدة من الجلد للجلد. ولأن لكل شخص حظ من اسمه، فمن اللحظة دي قررت تستعمل اسمها اللي أطلقوا عليها المجتمع، روج، أو معناه المحتالة. ميستيك بتستغل دمار نفسية روج أسوأ استغلال وبتضمها لجماعة ماجنيتو، اللي يقال إنه استغل براءتها وأقنعها إنه بيحبها لمجرد إن لمستها مش بتأذيه، وخلى ميستيك تعلمها إن قوتها ملعونة، وعشان تكفر عن كل اللي بتعمله لازم تساعد بني جنسها في القضاء على أعدائهم، وأهمهم في الوقت ده كانت كابتن مارفل. وبالفعل سهلت لها الهجوم عليها، لكن بمجرد ما روج بتلمسها وعيها بيتكسر بشكل تام. أي نعم هي أخدت قوتها اللامحدودة والقدرة على الطيران، إلا إن عقلها ما استحملش مقدار القوة، خاصة إنه مش من الأرض، ده فضائي، وبتسيطر عليها في وعيها المتدمر الوحدة والضياع. وفكرة إنها للأبد مش هتقدر تلمس أي شخص إلا وتؤذيه خلتها تفكر في نفسها إنها ماكينة قتل، ولازم تعترف لنفسها بده. وميستيك مليون مرة بعد كده بتستغل الأفكار دي لمصلحتها. قوة كابتن مارفل كانت زي السرطان جوه جسم روج، وميستيك كانت بتجبرها تحارب أعدائها بالقوة دي، لحد ما قررت روج أخيرا تستغيث بشخص سمعت إنه يقدر يسيطر على عقلها في مدرسة إكزيفير اللي موهوبين. والأثر بتاع كونها إنسان لازم ينعزل داخل ملابسه أو باستخدام قفازات ممكن يبان لناس كتير مننا إنه عادي، ايه يعني؟ لكن في وسط كل ده حقيقة انك مش مسموح لك تعيش كإنسان كابوس صعب تتخيله، لان روج اغلب الوقت ما تعرفش هي مين، ولا بتستعمل قوة مين، ولا روح مين، ولا عقل مين. حتى مشاعرها ناحية ماجنيتو نفسه او اللي بعد كده بقى جوزها جامبت فضلت طول حياتها مش متأكدة هي اللي بتحبه ولا جزء من الارواح اللي هي سرقتها بيحبه. وبسبب تقلباتها الكتير بتعيش روج بعيدا عن اللي شفناه في الافلام والكرتون كشخص غير مرغوب فيه، سواء من الافنجرز او الاكس مان، مع ان قدراتها دايما بتقلب سير المعركة. لكن لما يكون زملائك حماة الارض مش متأكدين الضربة الجاية عليهم ولا ليهم، اعتقد ده عذاب كفاية. لو عجبتك الليستة هحتاج منك حاجتين، تقول لي مين اللي قصته احزنتك اكتر، ولو عايز نكمل الليستة ولا لا. وما تنساش اللي اتفقنا عليه، ما تنساش تعمل لايك، شير مع النيردز اللي زي حالتنا، تقولوا لي رأيكم في السيت اب الجديد، وهشوفك في المغامرة الجاية.